الجيش الليبي هذا داروا لنا كارثه، داروا لنا الخلعه. التقرير اللي تكلمنا عليه قبل ما نروحوا لجنوب افريقيا اللي تكلمنا عليه امس، خصنا نعاودوا نرجعوا له. كاين واحد الجزئيه ما اهتميناش بها، راني تكلمت عليها في اليوتيوب في المساء. التقرير اللي تكلمنا عليه الامس، اذا تضل الناس اللي كانوا معنا، تاع اليونايتد ستيتس انستيتيوت اوف بيس، اليوم راهي الصحافه كامل تتكلم عليه. حنا تكلمنا عليه البارح. شفتوا الحصري راهو هنايا. قبل اليوم تروح تلقى القدس العربي، تلقى حنا البارح انا قريته لكم وعطينا التفاصيل تاعو، ومن بعد تقولوا مش مليح انايا. لا حول ولا قوه الا بالله. دونك يقول لك اللي العنوان اللي عنونا ويسترن سارا's conflict is over، النزاع حول الصحراء الغربيه انتهى. راكم تضحكوا. دونك كاين برك واحد الجزئيه ما البارح ما ركزناش فيها، سامحوني. شوفوا نقرا لكم الجزء اللي تكلمنا عليه، ومن بعد نروحوا للمساله هذه تاع القوه العسكريه في المنطقه. قال لك one of Africa's longest wars shifted toward a conclusion in July when France recognized Morocco's claim of sovereignty over the Western Sahara. قال لك بأنه واحد من أطول النزاعات في إفريقيا يعني وصل للنهاية تاعو لما فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء. قال لك that action، يعني هذا الاعتراف alongside Morocco's military advantage. قال لك يعني عملية الاعتراف بالإضافة إلى التفوق العسكري المغربي. اسمع، هو ماشي عامل المخزن شوقي بن زهرة اللي يقول فيها، رغم أني قلت الكلام هذا منذ سنوات أنايا، ودرك نقول لكم علاش. راهو معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام، اللي هو مؤسسة فيدرالية كما قلنا البارحة، أسست سنة 1984 من طرف رونالد ريغان. دونك هنا واحد من أكبر الحلفاء، تعرفوا باللي الشراكة العسكرية بين الجارة الغربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية ترجع إلى سنوات، يعني ترجع حتى في وقت حرب الرمال. تعرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في صف الجارة الغربية، هذاك الوقت كان في إطار هذيك القطبية الثنائية، وحنا كان معنا الاتحاد السوفيتي، وهما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. السنوات الأخيرة راكم تعرفوا باللي كاين المناورات تاع الأسد الإفريقي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. دونك الان صاروا يتكلموا على التفوق العسكري. التفوق العسكري هذا منين جا؟ انا واش كنت نقول منذ سنوات، هو في قضيه تاع التنويع تاع مصادر الاسلحه. هذه هي الاشكاليه الكبيره. انا علاش دائما نقول باللي نموذجين في افريقيا، عندك مصر وعندك المغرب في تنويع. الجيش المصري بصعوباته بمشاكله، لكنهم هم اكتشفوا باكرا بانه لابد من التنويع تاع مصادر الاسلحه. اليوم حنا عندنا ازمه مع روسيا، حنا رانا تحت رحمه روسيا، لانه المصدر الوحيد تاعك تاع التسليح تقريبا يكاد يكون 90% روسي. لكن لما تنوع مصادر الاسلحه ما يكونش عندك الاشكال هذاك تاع التبعيه الكليه لبلد ما، تما تولي حظيره تابعه للبلد هذاك. تشوف في سوريا مثلا اليوم هذوك الاس 300 تاع سوريا ما يقدروش يحركوها الا بموافقه روسيه. لما اسرائيل تضرب داخل الاراضي السوريه، عمره الاس 300 خدم، الاس 300 قادر يخلص مع المقاتلات الاسرائيليه في ضربه. رغم ذلك المقاتلات الإسرائيلية تدخل تنفذ الضربات تاعها وترجع إلى تل أبيب، واحد ما يقدر يتحرك، لأن روسيا ما تعطيش الضوء الأخضر باستعمال الأس 300 الموجودة في سوريا. دونك الإشكالية تاع التبعية هذه لما تكون عندك جنرالات متعفنين مثل الجنرالات الفاسدين. وش هو الفرق بين الجزائر والمغرب؟ الفرق أنه المغرب عنده قضية وجودية، عنده ناس من تحت حابين يصفيوه. راكم شفتوا منذ سنة ونصف
كانت عمليه في السماره ومات مواطن مغربي. دونك يبقى هذيك القضيه تاع انه هو بالنسبه لي قضيه وجوديه، لازم يتسلح بشكل صحيح، لازم ما يكونش نهب في الجيش، ما يكونش. عمرك سمعت بقضيه فساد في الجيش المغربي؟ باسكو مهتمين بالامن القومي تاعهم. بصح هنا عندك جنرالات متعفنين، ما عنده حتى قضيه وجوديه. الجزائر بالنسبه ليه واش بالقصير جنرال يا اخي، كي تبدلات وقام الحراك بنت بالقصير في عمرها 21 سنة، عندها سكن في باغي 16 في المقاطعة 16 في باريس. كارتي شيك تسمى، ما كانش كثر منه. في عمرها 21 سنة دا الملاير دا. شفتوا لما يكون عندك جنرال متعفنين الهم تاعهم ماشي الامن القومي تاع الجزائر، الهم تاعو التفوق العسكري في المنطقة. هذه إشكالية كبيرة. ما كنتش تضربوا على الشاشة. راني نشوف الحالة حابسة. شكرا لكم. دونك ومن بعد في نفس القضية زادت جنوب إفريقيا. رانا وصلنا لجنوب إفريقيا. ياخي التقرير البارح قريتو عليكم هذاك التقرير الأمريكي تاع معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام. جنوب إفريقيا اللي تعرفوا بأنها آخر بلد يحترم نفسه، يعني بلد عنده شوية وزن، يساند البوليساريو. بقى في العالم إلا جنوب إفريقيا تقريبا، ما بقى حتى بلد تقدروا تبحثوا تلقاو كوبا، تلقاو ترينيداد وتوباغو، تلقاو فنزويلا، إلا الدول الفاشلة تقريبا هي التي تدعم ميليشيات البوليساريو. ما بقى حتى بلد لأن القضية منتهية. بقى جنوب إفريقيا. البارحة خرج علينا معهد، لكن هنا صراحة ما عندوش ارتباط بالحكومة الجنوب إفريقية ارتباط مباشر. دوك نشوفوا على كل حال هذا الانستيتيوت فور سيكوريتي ستاديز الاي اس اس، هذا معهد دراسات جنوب افريقي. لماذا عنده اهميه؟ لانه بطبيعه الحال جنوب افريقيا ماهيش زريبه مثل الجزائر الجديده. جنوب افريقيا مهما كان تبقى بلد عنده مؤسسات، عنده قوة اقتصادية لا بأس بها في إفريقيا، عنده جيش بطبيعة الحال، عندهم حتى صناعات عسكرية، عندهم جيش محترم، يعني تبقى بلد عنده الوزن والقيمة تاعو. لكن لماذا نقول لكم ماشي زريبة؟ لأنهم هم مثلا لما تكون دراسات ولما تكون تقارير مثل هذه تكون عندها وزن وتكون عندها أهمية في القرارات تاع الحكومة الجنوب إفريقية. معناتها باللي رانا في إطار، يعني لو جنوب إفريقيا تغير موقفها من قضية الصحراء ولو أنه صراحة موقفهم ليس بتلك الأهمية. فواش يقول شوية دوك نقراو شوية من هذا التقرير. يقول لك ويسترن، سامحوني كل شيء بالإنجليزية. البارح التقرير تاع المعهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام كان بالإنجليزية فقط، لأنه هذا وين خرجوا التقارير. اليوم هذا أيضا فقط بالإنجليزية، رغم أنهم عندهم موقع بالفرنسية لكن لم أجده بالفرنسية ولا العربية بطبيعة الحال مازال ما. يقول لك Western Sahara's quest for independence seems to be flagging. هنا يقول لك بأنه بدأ تأرجح في
سعي الصحراء الغربية إلى الاستقلال، يعني باللي راي خلاص القضية راي في More countries appear to be backing Morocco's plan for autonomy rather than independence, but will that be enough؟ هنا يقول لك بأن العديد من الدول مثل ما قال التقرير الأمريكي صارت تتجه نحو دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي. راني نهار قلت لكم أنا نتوما ما تسمعوا ليش، قلت لكم الموقف الفرنسي كي تغير فرنسا موقفها خلاص ديجا إسبانيا بعد قبلها الولايات المتحدة الأمريكية ودرك فرنسا، ودوك تشوفوا واش يقول المقال. يقول لك يقول لك الصحراوي Arab Democratic Republic الجمهورية العربية الصحراوية ونساو البطوشية على بالهم or Western Sahara appears to be gradually but steadily losing ground in its long battle for independence from Morocco. قال لك بأنه بدأت تخسر بطبيعة الحال، بدأت تخسر الميدان، يعني بدأت تخسر هذه المسار هذا نحو استقلال الصحراء الغربية. طار الحمام بالعبارة الشعبية البسيطة. من بعد يقول لك but in 2007 Morocco began pushing instead for Western Sahara to be granted limited autonomy. هنا يتكلموا على مخطط الحكم الذاتي، ما يهمناش كثيرا، يعطيو التفاصيل يعطيو السياق، هذه الأمور رانا نعرفوها وتكلمنا عليها. هنا يرجعوا، هنا تبدأ القضية نفس، شوف هو الكلام اللي نقوله فيه منذ سنوات حرفيا، ونفس الكلام اللي ورد في تقرير اللي جاء البارحة من معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام. شوفوا واش يقولوا مثلا، يقول لك the first major power to move in this direction was the United States in 2020. Donald Trump, then president, officially recognized Morocco's claim in exchange for Rabat signing onto the Abraham Accords. قال لك بأنه بموجب يعني أنه دونالد ترامب بعد هذاك اتفاقية أبراهام اللي أمضاها المغرب باتفاقية السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب من الجهة الأخرى اعترف بمغربية الصحراء. بعد قال لك Spain backed Morocco's claim in 2022. بعد يتكلموا على إسبانيا لما دعمت مخطط الحكم الذاتي. but شوفوا هنا ما يخصوش وقت طويل للتغير الموقف الإسباني. يقول لك but the potential game changer يعني الأمر اللي غير اللعبة كليا، اللي قلب الطاولة which other nation might follow was the recent letter from French President Emmanuel Macron to Moroccan King محمد السادس. يعني أنه الرسالة اللي وجهها إيمانويل ماكرون محمد السادس بالاعتراف بمغربية الصحراء هي التي يعني يقول لك هنا ممكن أنها تدفع دول أخرى للاعتراف لدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، وهو ما حدث مع فنلندا ساعات بعد رسالة ماكرون اعترفت، يعني دعمت مخطط الحكم الذاتي. ما نقولوش يا سيدي لأنه الموقف الفنلندي ما زال الجزئية هذيك ماشي واضحة كثيرا، لكن دعموا مخطط الحكم الذاتي. ومن بعد يقول لك Algeria recalled its ambassador from Paris in protest and also began refusing to accept its citizens deported from France. ويقول لك هنا بأنه الجزائر سحبت سفيرها في باريس وأوقفت يعني تسلم الجزائريين المطرودين من فرنسا. دونك هنا يقول لك كاينه حاجة وحدة، سامحوني لا سي بون، هذه باش ما نخلطش عليكم بالتفاصيل، لانه الباقي يروحوا اكثر الى التفاصيل تاع النزاع، يرجعوا للجانب التاريخي تاع النزاع. لكن هنا
يعني معهد الدراسات هذا الجنوب افريقي بشكل واضح يقول لك بانه القضيه انتهت، يعني باللي القضيه انتهت، باللي الاعترافات تتوالى، بانه كل الامور تتجه نحو مخطط الحكم الذاتي، يعني الطرح المغربي. معناتها اكثر من 50 سنه من دعم مره اخرى قضيه خاسره ربحنا فيها ابراهيم قالي عريان من العرايه على راس جمهوريه تندوف، خسرنا فيها ملايير الدولارات، عندنا ميليشيات مسلحة فوق أراضي جزائرية بأسلحة ثقيلة، راحين يبقاو عندنا 176 ألف شخص ليسوا جزائريين، ما على باليش واش راح نديروا بهم، يغرسوا في الفضلات تاعهم في تندوف. ناس جزء منهم مدعششين، جزء منهم عندهم فكر متطرف، جزء آخر ناس عندهم فكر إرهاب. المهم يعني كارثة ما بعدها كارثة، ما جنيناه من 50 سنة شفتوا مرة أخرى ماشي تبكي دما يا جدك. شفتوا محمد بوضياف مسكين الله يرحمه، لو كان وصل للحل في 92، لو كان دركا ماناش في الحالة هذه، لو كان دركا ما راحولناش ملايير الدولارات في قضية خاسرة. دوك خلاص ربحنا الريح، ربحنا الريح، ربحنا العزلة، ربحنا الكوارث، ربحنا المآسي، ربحنا الطوابير، ربحنا الحرقة بالآلاف أسبوعيا، ربحنا الطرقات مكسرة. هذا ما ربحنا. لو كان سمعوا محمد بوضياف في 92 وحلوا القضية هذه عوض أنهم صفاوها على المباشر قدام الشعب الجزائري، لو كان دركا ماناش في الوضع هذا. أين نحن؟ والله هذيك هي بالذات، والله احمد عطاف راه ما غلطش في القضيه في البكائيه تاعو. رانا دركا يخلصوا مع المساله هذه تاع الصحراء، رانا كامل نبقاو نبكيو. اين نحن؟ اين نحن؟ 45 مليون اين نحن؟ نهار البوليساريو يقول لك ايه واش صديقي 50 سنه دخلتونا في حيط ودركا القضيه تحلت، وحنا واش نبقاو في تندوف؟ ما همش رايحين يبقاو في تندوف. قسم بالله لو كان نكملوا في الطريق هذه كش نهار تلقاهم في الجزائر العاصمه بالدبابات. عندك ميليشيات مسلحه، اسلحه ثقيله، ناس دركا راهم مهما كان عندهم تمرس في المواجهه في المواجهات وقت مع الجيش المغربي، بعدين ينقلبوا عليك. واش راح نديروا بهم حنا 176 الف يرحم بابك؟ واش دير بهم؟ ما فيهم فايده. لو كان غير جاو ما على باليش مكونين في حاجه ولا ينفعونا ولا نقدروا نستفيدوا منهم، ما هم يد عامله، ما هم يد قاعده، ما هم يد مضيفه، ما هم يد اي شيء. واش دير بهم 176 الف؟ اللي جا من النيجر جا من النيجر، اللي جا من مالي، اللي جا من موريتانيا، اللي جا من ما على باليش وين. لاجئين مسلحين اكزاكتومون. الناس عندهم لاجئين عادي اوكي في خيمه ولا في كذا، بصح لاجئ مسالم مسكين واحد مظلوم ماشي واحد مسلح. حنا كيفاش نديروا معاهم درك؟ كيفاش الحل تاع القضيه هذه؟ لا تقلق ما تنطبقش هنا صديقي، لا تقلق كي يبداو يبعثوا فينا للجنة. كيفاش لا تقلق؟ لا تقلق مع الفقر، مع الطوابير، ماشي مع البطاطيش. شكون سلحهم؟ النظام الجزائري بطبيعة الحال. انا بقاو فيا غير الدراهم تاعنا اللي راح ملايير الدولارات يجدك. البطوش في الطائرة الرئاسية، واش ربحنا درك من واحد يضل في الطائرة الرئاسية؟ وهذوك التمثيليات، هذوك القنصليات تاع البوليساريو، والبعثة تاع البوليساريو للأمم المتحدة، والبعثات تاعهم في هذيك الدول اللي معطى فنزويلا وما على باليش واش، والعشاوات والغداوات والاكل والمشرب والسفر والسيارات اللي يدخلوهم من اسبانيا، هادو كامل راهم دراهم تاع راحوا تبخروا. راحت القضيه سي بون. دوك خلاص راك تشوف دوك الولايات المتحده الامريكيه راهي تقول لك طار الحمام.
في الدول التي تحترم نفسها راهي كتجي للخطوات، يبدا لك هادو تبدا الدراسات، تبدا التقارير، من بعد يبداو بعض الشخصيات تاني اللي كانوا تقريبا هادوك اللي موالفين بالاروقه تاع الامم المتحده وغير ذلك، تلقى تصريح من هنا يقول لك القضيه ديجا غويتير الاخر الامين العام للامم المتحده راه قال لك دوكا خلاص راه لازم حل سياسي في القريب العاجل. دونك مخطط الحكم الذاتي يفوت، المغرب في صحرائه، الصحراء في مغربها، وحنا اروح نتفريها مع العرايه تاع البوليساريو 176 الف بنادم، راه من ال 75 هما عندنا. المنطقه العازله هذيك ديجا الدرون يضل يخبط يضل يبعث للجنه، يزيدوا يصفيوها راه 20%. تعرفوا بانه الاقاليم الجنوبيه المملكه المغربيه عندك 80% اللي هي تحت سيطره المغرب كليا، وعندك 20% اللي هي ما يسمى بالمنطقه العازله، واللي الدرون يوميا يبعث فيها الجنه. دونك كيفاش 176 الف هذوك نخليهم مع راديو الزمله؟ ماشي رايحين يبقاو يتفرجوا في راديو الزمله، القناه الرسميه للبوليساريو، حاشاكم هكا اسمها. عاو يجي وقت يقول لك انا والله تندوف سخونه بزاف، حاب بحره، حابين الفوق البحر الابيض المتوسط، مادام ما فيهاش المحيط الاطلسي نطلعوا الفوق. ما همش رايحين يبقاو هادو حياتهم كامل في الخيم، وزيد راهم مسلحين ما عندهمش مشكل. كسنار انا يبان لي المره الجايه اللي راح نشوف فيها جيج في حياتي اذا بطولة العمار، نلقى البطاطيش عايشين تم، نروح لاجئ عندهم تما، انا نخرج من اللجوء من فرنسا نروح نولي لاجئ في بلادي. 176 الف انت راه يدير لك دوله في بلادك نورمال، تقابلهم بايمان خليفل، شكون يقابلهم؟ حنا بالجيش راك تشوف الحدود تاعنا كيفاش شاعله، ماناش فارينها، مع حفتر من هي ما فريناهاش. جماعه حاولوا وصلوا لنا ل 500 الف، نصف مليون، ونبداو نطلعوا على السريع. الناس اللي عندكم مداخلات تقدروا ديروا طلبات. شوفوا لنا ان شاء الله واش مخيم صيفي يديروا مستعمره. تحت شعار ماشي جيم اوفر، طار الحمام دركا كيقول لك واحد الصحراء غربيه مغربيه، قول له طار الحمام سي بون. عندهم وزير الصيد الرملي، عندهم وزير الموارد المائيه والصيد البحري، راه